السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل طلاب تانية سنة وحبايبنا الغاليين، يا رب دايما تكونوا بخير وفي أفضل حال يا رب العالمين. النهارده معادنا مع محافظة الجيزة، إدارة العمرانية توجيه الرياضيات. محافظة مهمة جدا فيها أفكار حلوة قوي. تعالى كده نبدأ ونسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مجال الدالة دي، أولا دي دالة جذرية، والجذر ده في المقام، الجذر ده في المقام، والرقم ده فردي، والرقم ده فردي. فبالتالي يا رجالة السؤال الأولاني بعمل إيه يا هندسة؟ بعمل ايه يا هندسه في السؤال الاولاني؟ بقول له المجال بتاعي ح ما عدا اصفار المقام، طالما الجذر فردي وفي المقام ح ما عدا اصفار المقام. ازاي بجيب اصفار المقام؟ ساوي المقام بصفر وهات س، يبقى المجال بتاعي ح ما عدا 8. ح ما عدا 8 اللي هي الاجابه دي ب. الداله الوحيديه ده سؤال علمي فقط، ده سؤال علمي فقط، وده كمان سؤال علمي فقط. الداله الوحيديه من بين الدوال الاتيه، احنا قلنا اي داله زوجيه ليست احاديه، اي داله زوجيه ليست احاديه. طبعا هنا عند حضرتك انا عايز اعرف مين في دول داله احاديه. والله اول واحده عيني وقعت عليها س تكعيب، س تكعيب دي داله احاديه. فانا بالنسبه لي، لان بالنسبه لي دي كده داله زوجيه، دي زوجيه ودي زوجيه ودي زوجيه، عشان فردي على فردي بزوجي، زوجيه زوجيه زوجيه، اذا دي الوحيده اللي داله احاديه. فالراجل يقول لك ده التركيب الري بيساوي س، ده التركيب الري بيساوي ايه؟ س. عارف يعني ايه ده التركيب الري بيساوي س؟ هقول له اذا د ور او داله عكسيه الري. اذا ر 5 بيساوي 7، يعني في ر لما الس ب5 الصاد ب7، يبقى في د لما الس ب7 الصاد ب5. مش احنا قلنا لو عندي داله 5 و7 عايز اجيب لها العكسيه تبقى 7 و5؟ فبالتالي بيقول لك في ر لما الس ب5 الصاد ب7، يبقى في د لما الس ب7 الصاد ب5. السؤال ده علمي وادبي، بيقول لحضرتك جذر الس ناقص 1 ناقص 2 على س ناقص 5، لما اعوض تطلع معايا صفر على الصفر. فانا هعمل ايه؟ هضرب في المرافق فوق وتحت، هضرب في المرافق فوق وتحت. هضرب في المرافق فوق وتحت اهو. لما اجي اضرب عدد في المرافق هضرب الجذر في الجذر يطيروا مع بعض، يبقى س ناقص 1. طبعا سالب في موجب بسالب، 2 في 2 ب4. طب تحت تبقى س ناقص 5 في جذر س ناقص 1 زائد 2. اللي فوق ده اصلا، اللي فوق ده اصلا س ناقص 5 هيطير مع س ناقص 5. عوض عن السين بكام؟ ب5. جذر 5 ناقص 1 4 زائد 2، دي تطلع ب2، 2 زائد 2 ب4، تبقى 1 على كام؟ 1 على 4. اختار الاجابه الف. يبقى يا رجاله انا هنا ضربت في المرافق فوق وتحت. مرافق يبقى جذر س ناقص 1 زائد 2. البسط في البسط، جذر س ناقص 1 في جذر س ناقص 1 بس ناقص 1. سالب في موجب بسالب، 2 في 2 ب4. في س ناقص 5 في جذر س ناقص 1 زائد 2. اللي فوق ده كله اصلا عباره عن س ناقص 5 يطير مع س ناقص 5. يبقى 1 على اعوض عن الس ب4، سوري اعوض عن الس ب5، 5 ناقص 1 بكام؟ 4 زائد 2، تطلع معاك بربع. سؤال زي ده سؤال مهم جدا جدا جدا، ولازم تركز معايا، وكويس ان هو في اول الامتحان وانت في قمه تركيزك. هنا انا والله شايف ان دي كده نظريه 4، دي كده نظريه كام يا شباب؟ 4. مالكش دعوه بالناتج دلوقتي، يعني الناتج مالكش دعوه بيه دلوقتي اهو، مالكش دعوه بالناتج دلوقتي. امال اعمل ايه يا هندسه؟ تعالى نحلها نظريه 4. اولا نفسي اللي تحت يبقى زي اللي فوق، نفسي يبقى عندي تحت 2 ناقص 3 س عينيا، يعني نفسك معامل السين ده يكون سالب 3. فهتقوم ضارب تقول لي بص البسط اهو، 2 ناقص 3 س اس 5 ناقص 32. طب يا هندسه انا عايز دي الخمسه دي تبقى سالب 3، فاضرب في سالب 3 على 5. سالب 3 على 5 في 5 س وبس. لما تضرب في سالب 3 على 5 تحت لازم اضرب بره خالص برضه في سالب 3 على 5، لازم. فبالتالي الخمسه دي هتطير مع الخمسه دي. سالب 3 على 5 دي ما تنساهاش، ما تنساهاش، اللي هي سالب 3 على 5. ما س بتقول لي صفر، 2 ناقص 3 س كله اس 5 ناقص 32. طب تحت كده بقى عندك سالب 3 س،
انا نفسي في 2 زي اللي فوق دي، عايز 2 زي دي، خلاص زود 2 ونقص 2. طب عندك مشكله ان انا اخليها كده -3/5؟ ده س بتساوي لي 0. 2 ناقص 3 س أس 5 ناقص 2 أس 5 على 2 ناقص 3 س أس 1 في 2 أس 1، يبقى الناتج -3/5. الأس على الأس 5 على 1 في الأساس -2، سوري الأساس 2، الأس ناقص الأس 4، ده يترمع ده -3 في 16 ب48. كده الناتج -48. الراجل بقى بيقول لحضرتك ان الناتج ده اللي هو -48 ده بيساوي 4 كاف ناقص 8. 4 كاف ناقص 8 ب-48. ودي بعكس الاشاره، -48 زائد 8 ب-40. اقسم على 4 تطلع الكاف معاك بكام؟ ب-10. فهختار الكاف ب-10. كمان مره، كل ما في الامر ان انا كان نفسي معامل السين يبقى -3، فهضرب في -3/5 تحت وهضرب في -3/5 فوق اهو. فال5 طرد مع 5 بقت -3، طبعا سالب على 3/5 بره اهي. فبالنسبه لي يا شباب بقى عندي -3. انا عايز هنا زودت 2 ونقصت 2 عادي، كده بقى فوق زي تحت اهو، فوق اهو وتحت اهو، وما تنساش دي ها. فبس بقت -3/5 الاس على الاس في الاساس الاس ناقص الاس ب-48. هو قال لك بقى ان -48 دي بتساوي الكلام ده. طلعت معايا الكاف بكام؟ ب-10. كان سؤال مهم. السؤال اللي بعديه سؤال رقم 6. سؤال رقم 6 بيقول ايه؟ سؤال رقم 6 بيقول لحضرتك اهو، تعالى كده على جنب اهو، تعالى اعمله هنا. بيقول لي سؤال رقم 6. انت اول ما شفت السؤال ده قلت دي نظريه 4 صح؟ مظبوط. فانا عايز البسط يكون س ناقص -4 والمقام س ناقص -4. الاس فوق كام؟ 4، يبقى هنا 4 وهنا 4، والاس تحت 1 يبقى 1 و1. يلا الاس على الاس في الاساس الاس ناقص الاس 4 في -4 أس 3 تطلع معاك -256. مجموعة حل المعادلة ديت قلنا لو اللي جوه المقياس بيساوي اللي بره المقياس بنفس الإشارة. بص يا نجم صلى على النبي، أنت يا عم هتغلب روحك ليه؟ تعال نجرب الاختيارات، أنا قلت لك 100 مرة تعال نجرب الاختيارات. واحدة واحدة. هنا بيقول لك ح، تعالى كده ناخد أي رقم في ح، وليكن مثلا 2، أو تعال ناخد مرة موجب ومرة سالب ومرة صفر، تعال ناخد 2. هل 2 ناقص 1 مقياس 2 ناقص 1 ب1 بتساوي 2 ناقص 1؟ طب خد رقم سالب. -5 مثلا، -5 ناقص 1 ب-6، مقياس السالب 6 6. طب -5 ناقص 1 ب-6، يبقى ح غلط. وهنا قلنا ح غلط اصلا. هل الناتج بتاعك من 1 لما لا نهايه؟ هقول له الناتج بتاعي من 1 لما لا نهايه. ازاي عرفت ازاي؟ تعال نشوف. خد لي اي رقم من 1 لما لا نهايه كده، خد مثلا الخمسه. 5 ناقص 1 4، مقياس الاربعه 4. 5 ناقص 1 4، ماشي. خد رقم ثاني 10. 10 ناقص 1 9، مقياس التسعه 9. 10 ناقص 1 ب9 برضه. اذا دي الاجابه الصح. سؤال زي ده بيقول لحضرتك انا عايز قيمه س. والله لو انا منك اجرب الاختيارات، امسك اللي تحت كده، اكتب 2 على 3 واطلع فوق، اكتب اجرب بقى 2 على 3 زائد 2 اس 2 على 3 زائد 2 تطلع معايا غلط. تطلع معايا غلط. طب بلاش 2 على 3 خليها 3 بقى، جرب عن السين ب3. جرب السين ب3 تطلع معاك 32 على 243 غلط. طب جرب السالب 5. جرب السالب 5 تطلع معاك 27 على 8 فعلا السالب 5 دي هي اللي مظبوطه. جت ازاي؟ بص دي اولا دي 2 على 3 صح؟ اس س زائد 2. 27 على 8 دي اللي هي برضو، ركز على كده، 27 على 8 اولا 7 دي اللي هي 3 اس 3، وال8 دي 2 اس 3.
فانا هعكسهم اخليها 2 اس 3 اس 3 وادي 2 اس 3 فاللي هي 3 على 2 اس 3. طب انا عايز اعكس دي عشان اخليها زي دي فخليها 2 على 3 اس سالب 3. اساس بيساوي اساس، اذا الاس ده بيساوي الاس ده، يعني س زائد 2 بسالب 3 وادي بعكس الاشاره. سالب 3 ناقص 2 بكام؟ سالب 5. السؤال ده بيقول لك لوغاريتم 3 بس ولوغاريتم 4 بص. انا عايز لوغاريتم 12. مش حضرتك عارف ان لوغاريتم 12 صار رقم 9 لوغاريتم 12 ده عباره عن لوغاريتم 3 زائد لوغاريتم 4. ليه؟ لان عندك جمع بضرب الاساسات. الجمع بيتحول لضرب. سؤال رقم 9 بيقول لحضرتك لوغاريتم 3 بيساوي س ولوغاريتم 4 بيساوي ص. انا عايز لوغاريتم 12. مش انت عارف ان لوغاريتم 12 عباره عن لوغاريتم 3 زائد لوغاريتم 4 لان عندك جمع بضرب الثلاثه في الاربعه. لوغاريتم الجمع يتحول لضرب بشرط يكون لهم نفس الاساس. ده 10 وده 10. فبالتالي يا شباب لوغاريتم 12 ده عباره عن لوغاريتم 3 بيساوي س زائد لوغاريتم 4 بيساوي ص. يبقى لوغاريتم 12 ده عباره عن ايه؟ س زائد ص. انا بقول لك انا عايز مجموعه حل المعادله دي. سمي الله ليه. جذر س تكعيب بيساوي 8. اولا جذر س تكعيب ديت صوره رقم 10 اهو. انا هخليها س واقول له الاس على الرتبه. دايما يا شباب بقول ده على ده. ده بيساوي 8. شايف دي؟ وديها بمعكوس ضربي تبقى 8 اس 2 على 3. احط موجب او سالب؟ لا، عشان ده فردي مش هحط موجب وسالب. 8 اس 2 على 3 تطلع مع حضرتك 4. تطلع بكام يا شباب؟ ب 4. سؤال رقم 11 بيقول لك دالة س بتساوي 3 اس س. انا عايز د س زائد 1 يعني 3 اس س زائد 1 زائد د س ناقص 1 يعني 3 اس س ناقص 1 يساوي 30. عايز احل دي اهي. فكها 3 اس س في 3 اس 1 زائد 3 اس س في 3 اس سالب 1 يساوي 30. خد 3 اس س عامل مشترك تبقى 3 زائد 3 اس سالب 1 يساوي 30. طبعا دي بكام؟ 3 زائد 3 اس سالب 1 تطلع ب 10 على 3. واديها بمعكوس الضربي. ده هيطير مع ده. 3 في 3 بكام؟ ب 9. يبقى 3 اس س ب 9 اللي هي 3 اس 2. اساس بيساوي اساس، اس بيساوي اس. يبقى السي ب 2. كنت تقدر توفر على نفسك كل الخطوات دي وتيجي هنا في الخطوه دي كده بعد ما عملت الليله دي تعوض بالاختيارات. جرب اعوض بكده بالاثنين. تعالى كده نجرب نعوض بالاثنين تبقى 3. 2 زائد 1 3. 3 2 ناقص 1 بواحد. دي ب 9 سوري دي ب 27 ودي 3 تطلع معاك فعلا ب 30. اذا الاجابه المظبوطه كام؟ 2. فانا هختار 2. بيقول لك في المثلث ده ج شرطه تربيع زائد 2 الف شرطه ب شرطه جتا ج. اولا ج شرطه تربيع اهي زائد 2 الف شرطه ب شرطه جتا ج دي لها قانون صح؟ اهو الف شرطه تربيع زائد ب شرطه تربيع ناقص ج شرطه تربيع على 2 الف شرطه ب شرطه. مبدئيا يا رجاله ده هيطير مع ده وده هيطير مع ده وده هيطير مع ده. وج شرط بقت معاه كده ج شرطه تربيع زائد الف شرطه تربيع زائد ب شرطه تربيع ناقص ج شرطه تربيع. ده هيطير مع ده يبقى الف شرطه تربيع زائد ب شرطه تربيع لالف. السؤال اللي بعديه دي على الاله الحاسه بكام؟ هو سؤال رقم 14. 3 س زائد 1 او 14 يعني 3 س زائد 1 لوج
25 لأس 5 على الآلة حسب كام؟ ب2 ناقص لوج 16 لأس 2 تطلع معاك ب4. يبقى 3 س زائد 1 تساوي -2 ودي بعكس الإشارة. 3 س -2 ناقص 1 بسالب 3. اقسم على 3 تلاقي الس بكام؟ بسالب 1. السؤال اللي بعديه بقى. السؤال اللي بعديه رقم 15. بيقول لحضرتك ايه؟ 3 أس س تساوي 7 أس ص. بقول لك ايه؟ حضرتك عندك مشكله انك تودي الس دي الناحيه الثانيه معكوسه وضربي؟ تبقى ال3 بتساوي 7 أس ص على الس. طب من هنا عندك مشكله كنت اودي الصاد هي اللي معكوسه وضربي؟ تبقى ال7 بتساوي 3 أس س على الصاد. هنا عندك 3 أس س على الصاد دي بكام؟ ب7. طب 7 أس ص على الس ب3. مين اكبر ال7 ولا ال3؟ اقول له اكيد ال7. فاختار دي. سؤال رقم 16. سؤال رقم 16 مبدئيا الاس ده هيتزحلق. يبقى لوغاريتم أ للأساس 3 زائد لوغاريتم ب للأساس 3 زائد لوغاريتم ج للأساس 3. ده بيساوي ده بيساوي ده، يبقى لوغاريتم الجمع يتحول لضرب أ في ب في ج. ده أس ده بيساوي أ في ب في ج، يبقى أ في ب في ج 3 أس 2 بكام؟ ب9. عوض عن السين بسالب 3 يبقى 3 على مقياس السالب 3. تطلع مع حضرتك 3 على 3 بكام؟ ب1. طب هنا لما اعوض عن السين بسالب 1 يطلع معايا 0 على 0. خد السين عامل مشترك، س تربيع على س فيها السين زائد س على س فيها الواحد على س زائد 1. تطلع معاك س. عوض عن السين بقى بسالب 1 تطلع معاك -1. هنا لما اعوض تعويض مباشر يطلع معايا المقام ب0 والمساله ليها ناتج. فكنت دايما بقول له بما ان المقام ب0 والمساله ليها ناتج لا وجود، اذا البسط ب0. يبقى س تربيع بيساوي كاف. عوض عن السين بقى ب2. عوض عن السين ب2. 2 تربيع بكام؟ 4. مجموعه حل المتباينه ديت انا لو مكانك والله العظيم هعمل اي حاجه، انا هجرب اعوض بالاختيارات. تعال نجرب نعوض بالسالب 2 بالظبط. -2 مقياس سالب 2 ب2، هل 2 ناقص 2 اكبر من الصفر؟ لا، فدي غلط. ما ينفعش السالب 2 تكون مقفوله، فدي غلط. تعال ناخد رقم ما بين السالب 2 والموجب 2. خد الصفر. تعال ناخد الصفر. مقياس الصفر كام؟ صفر. صفر ناقص 2 بسالب 2، هل السالب 2 اكبر من الصفر؟ اذا دي كمان غلط. يبقى انت كده تقول ح ما عدا. ح ما عدا. ما عندك ح ما عدا من سالب 2 ل 2 وح ما عدا من سالب 2 ل 2. انت قلت لي انا مش عايز السالب 2 و2. قلنا طالما قلنا ح ما عدا وانت مش عايز اللي بعدها خليهم مقفولين. خليهم مقفولين. يبقى الاجابه ح ما عدا من سالب 2 لموجب 2. نقطة تماثل الدالة دي عبارة عن ايه؟ اعكس اشارة اللي تحت وخد اللي بره زي ما هو. هنا س بتقول لي ما لا نهاية، صح يا شباب؟ وطلع ناتج. طالما س بتقول لي ما لا نهاية وطلع ناتج يبقى اعلى اس في البسط قد اعلى اس في المقام. فبالتالي اعلى اس في المقام س اس 1، يبقى لازم اعلى اس في البسط يكون س اس 1. اذا ده عايز اشيله، عايز اشيل ده. مش هيتشال الا لو أ ناقص 3 بيساوي 0. يعني الألف بيساوي 3. ده مبدئيا. فبقت المسألة 4 س زائد 7 على ب س زائد 5. خد المعامل على المعامل، 4 على ب بيساوي 2. اعمص ب بتساوي 4 في 1 على 2 تطلع مع حضرتك ب2. ب ب2 كده أ ب3 وب ب2. 3 في 2 بكام؟ ب6. ده سؤال علمي فقط. هنا يا شباب لما اعوض تعويض مباشر يطلع معايا 0 على 0. فانا هعمل ايه؟ انا هقسم المسألة كلها على السين. تطلع بعدها يبقى 3 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ناقص 5. هنا باخد المعامل على المعامل 2 على 1 2. ده طرمع ده يبقى 4 زائد باخد المعامل على المعامل 3 على 1. 3 ناقص 2 في 5 بكام؟ ب 10 على 7. تطلع معاك سالب 7 على 7 فيها السالب 1. في المثلث ده مش احنا قلنا يا شباب في اي مثلث ج شرطه على ج ج، ج شرطه على ج ج دي ب 2 نق. طب دي كده ب 2 نق في 2 اقول له ب 4 نق.
ولذلك اول ما تلمح المنظر ده اديها واحده اقسم على 12. اقسم على 12 يبقى 4 جا الف على 12 بيساوي 3 جا ب على 12 بيساوي 2 جا ج على 12. ده يطير هيخلي دي 3، ده يطير هيخلي دي ب4، ده يطير هيخلي ده ب6. اذا جا الف الى جا ب الى جا ج 3 الى 4 الى 6 الى الف شرطه، اذا الف شرطه الى ب شرطه الى ج شرطه برضه 3 الى 4 الى 6. الف ب ج مثلث محيط اهو. محيطه ب70، عارف يعني ايه محيطه؟ يعني الف شرطه زائد ب شرطه زائد ج شرطه. هو قال لك ب شرطه ب 30 وج شرطه ب 14. 30 و14 ب 44. وديها بعكس الاشاره 70 ناقص 44 26. انت عايز كده تزود الف صح؟ جتا الف طالما معاك الثلاث اضلاع. واحده موجب والثانيه سالب. ب شرطه تربيع 30 تربيع زائد 14 تربيع ناقص 26 تربيع على 2 في 30 في 14. تطلع بنص. شيفت كوزين نص، شيفت كوزين نص تطلع معاك ب 60 درجه. في المثلث ده بص يا شباب، ده كده عباره عن قانون جتا عين. وانت عارف ان اي جتا بتنتمي للفتره من -1 لموجب 1. دي بتوصل لها لو الزاويه ب 180 ودي بتوصل لها لو الزاويه بصفر. طب انت هل في مثلث ينفع الزاويه تكون بصفر او الزاويه ب 180؟ لا. فبالتالي يا شباب طالما ما ينفعش يبقى عندي الزاويه 180 ولا الزاويه صفر، فانا هخلي الفترات دي مالها مفتوحه، اخليها بالمنظر ده فترات مفتوحه. السؤال اللي بعديه ارسم منحنى الداله ده. انا عشان ارسم منحنى الداله بجيب حاجه اسمها نقطه تماثل. اعكس اشاره اللي جوه، خد اللي بره زي ما هو اهو. بص يا نجم، نقطة التماثل الجديدة السين بسالب 2 والصاد ب1. ادي سالب 2 و1 اهي. تعال عندها واعمل محاور بالمنظر ده. اهي. ثم ارسم حرف اليو، دي دالة تربيعية باصص لفوق. يلا نجيب مع بعض المدى. اقول له المدى بداية الرسم على الصادات كام؟ 1 لحد ما لا نهاية. الاضطراد اقول له الاول تناقصية ثم تزايدية. تناقصية من سالب ما لا نهاية لحد هنا. ما اقولوش لحد الواحد، اقول له لحد السالب 2. اقول له تناقصية ثم تزايدية. وتزايدية من سالب 2 لموجب ايه؟ ما لا نهاية. السؤال ده يا شباب علمي فقط، بيقول لك متصلة، الدالة دي مالها متصلة. عارف يعني ايه دالة متصلة؟ يعني د 2 تساوي اليمنى طبعا بتساوي د 2 اليسرى تساوي د 2. د 2 اليمنى بكام؟ تعالى نساوي د 2 اليمنى بد 2. اولا د 2 اليمنى عوض عن السين ب 2 في المكان اللي فيه السين اكبر من 2. عوض هنا 3 في 2 تربيع ب 4 زائد 2 في ج ب 2 ج ناقص 2. دي بتساوي د 2. د 2 بكام؟ لما السين ب 2 الصاد ب 16. دي كده 12 ناقص 2 ب 10. ودي ال 10 بعكس الاشاره 16 ناقص 10 ب 6. اقسم على 2 تطلع الجيم ب 3. فاضل لي ليه؟ اقول له د 2 بتساوي د 2 اليسرى. د 2 اليسرى عوض عن السين ب 2 في المكان اللي فيه السين اصغر ب 2. دي في 2 بكام؟ 4 ناقص ايه؟ بيساوي 16. يبقى سالب ايه؟ 16 ناقص 4. سالب ايه؟ 16 ناقص 4 بكام؟ ب 12.
اقسم على السالب ايه بسالب 12. انت عايز 4 ج زائد ايه؟ 4 ج زائد ايه؟ 4 ج بكام؟ 4 في 3 زائد ايه؟ تطلع معاك بصفر. 4 ج زائد ايه بكام؟ بصفر. انتهت المحافظه يا شباب، لازم اروح كده اشرب لي كوبايه قهوه وارجع فوق مع حضرتك. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواتنا الغاليين في اسكندريه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده معادنا مع محافظه الاسكندريه. فنخش بقى في الموضوع على طول. سمي الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلا نخش في الموضوع على طول. اولا هنا يا شباب عشان يطلع لي دي نهايه الداله اللي ما لا نهايه، فقلنا عشان يطلع لي ناتج لازم يكون اعلى اس في البسط قد اعلى اس في المقام. ايه اعلى اس في المقام؟ س اس واحد، فلازم اعلى اس في البسط يكون س اس واحد. فانا عايز اشيل دي، فاقول له بالتالي الف اس رقم واحد الف ناقص 2 لازم تكون بصفر، فالالف لازم تكون ب2. شكرا. وبالتالي دي اتشالت. فالناتج اللي هو ب ده بيجي ازاي؟ اقول له معامل على معامل 6 على السالب 2 سالب 3. كده الالف ب2 والب بسالب 3 تطلع معاك سالب 1. عدد الحلول الممكنه ده السنه دي ملغي. اذا كانت الداله ديت 4 اس س فان قيمه الداله التي تحقق ان، تعال نشوف. شو الداله 4 اس س؟ يبقى يعني ايه د س زائد 1؟ سؤال بيتكرر في كل الامتحانات. قلت لك 4 اس س زائد 1. س ناقص 1 4 اس س ناقص 1. تعال نجرب نعوض بالاختيارات. تعال نجرب مره نعوض بال 16 تبقى 4. تعال نجرب نعوض ب 16. 4 اس 16 زائد 1 17 زائد 4 اس 16 ناقص 1 15. والله العظيم هتطلع 68. غلط. تعال نجرب نعوض بالاثنين تبقى 4 اس 2 زائد 1 3 زائد 4 اس 2 ناقص 1 1. تطلع معاك ب 68 مظبوط. اذا الاثنين مظبوطه. الاثنين مظبوط. مجال الداله دي ده سؤال مهم جدا. ده جذر تربيعي، اقول له يبقى اللي تحت الجذر اكبر من او يساوي الصفر. ودي بعكس الاشاره اقسم على السالب 1. س اصغر من او يساوي 6، يعني من سالب ما لا نهايه لحد الموجب 6. دي دايما مفتوحه، اما دي مقفوله من سالب ما لا نهايه لحد موجب 6. السؤال اللي بعديه بيقول لك داله فرديه. عارف يعني ايه داله فرديه؟ يعني تطرد الاشاره. تبقى 2 د س موجب في سالب بسالب 8 د س على 3 د س. 2 ناقص 8 بكام؟ سالب 6 د س على 3 د س. مش ده تربع ده؟ سالب 6 على 3 فكام؟ سالب 2. السؤال رقم 6. السؤال رقم 6 بيقول لحضرتك 5 س تربيع ناقص 45 على جذر الكلام ده. اولا فوق في تحليل، في 5 عامل مشترك، فهتبقى س تربيع ناقص 9. طب ما ده كمان يتحل، صح ولا مش صح؟ يتحل ازاي؟ بدل ما س تربيع ناقص 9 صح ولا مش صح؟ مظبوط. على جذر ماشي. اضرب فوق وتحت في الولاد. صح؟ اهو. اضرب البسط في البسط. البسط زي ما هو. في المقام جذر في جذر، الجذرين يطيروا بعض. 5 س زائد 1 سالب وموجب بسالب 4 في 4 ب 16. دي كده كلها تبقى 5 س ناقص 15. خد الخمسه عامل مشترك تبقى 5 س ناقص 3. طب ما هو كده الخمسه هترمي على الخمسه، س ناقص 3 هترمي على س ناقص 3. عوض بقى عن الس بكام؟ ب 3.
3 زائد 3 كام؟ 6 في 5 في 3 15 زائد 1 16 جاز زائد 16 ب 4 زائد 4 4 في 6 ب 24 زائد 4 28 في حاجة غلط؟ تاني يا شباب س زائد 3 احنا قلنا 3 زائد 3 كام؟ 6 في سوري في ده انا نسيت احط القوس ده معلش 6 في 8 ب 48 مسألة كانت هتروح في ده 48 سؤال رقم 7 طبعا حضرتك عارف بيقول لك 6 أ شرطة بيساوي 4 ب شرطة بيساوي 3 ج شرطة فإن قياس أصغر زوايا المثلث أول حاجة تعملها تقسم لي المسألة كلها على 12 ليه؟ أنا أقول له أ شرطة على الاثنين يساوي ب شرطة على الثلاثة يساوي ج شرطة على الأربعة ده معناه إن أ شرطة إلى ب شرطة إلى ج شرطة ب 2 إلى 3 إلى 4 أنت عايز أصغر زوايا المثلث أصغر زوايا المثلث اللي هي زاوية أ عشان قصاد أصغر ضلع فأنا أجيب له جتا أ واحدة موجب والثانية سالب مالكش دعوة بالألف شرطة بقى تبقى 3 تربيع زائد 4 تربيع ناقص 2 تربيع على 2 في 3 في 4 شيفت كوزين 7 8 تطلع معاك تقريبا 28 درجة و57 دقيقة منحنى الدالة دي تعرف تجيب له نقطة التماس الجديدة؟ رقم 8 أعرف اعكس إشارة اللي جوه صفر خد اللي بره زي ما هو نفس المنحنى دي بس حصل له إزاحة مقدار 4 دي في اتجاه إيه؟ طالما موجب يبقى في اتجاه واو صاد أما ده في اتجاه واو س مدى الدالة دي الأول بجيب نقطة التماثل اللي هي 3 وسالب 1 المدى ح مع عدد صادات ح مع عدد سالب 1 هنا السؤال بيقول لحضرتك إيه؟ 10 مجموعة حل المتباينة دي طبعا حضرتك عارف إنك تقدر تحلها بالخطوات وتقدر تحلها باستخدام إنك تعوض بالاختيارات تعالى كده نجرب نعوض بالاختيارات جرب عوض بالصفر كده جذر صفر تربيع بصفر ناقص 6 في صفر بصفر زائد 9 تطلع ب3 هل 3 أصغر من أو تساوي 3؟ الصفر نفع خد الستة جذر 6 تربيع ب 36 ناقص 6 في 6 يعني ناقص 36 زائد 9 الستة برضه نفعت الستة نفعت طب خد لي بقى رقم ما بينهم جذر وليكن 2 تربيع ب4 سالب 6 في 2 بسالب 12 زائد 9 يطلع بواحد هل الواحد أصغر من أو يساوي 3؟ إذا الإجابة دي مظبوطة الإجابة دي مظبوطة السؤال اللي بعديه بيقول لحضرتك ايه؟ في الداله العكسيه لما السين ده علمي في الداله العكسيه لما السين ب3 الصاد ب1 اقول له يبقى في الداله العاديه اقول له لما السين ب1 الصاد ب3 تعالى فوق في الداله العاديه عوض عن السين ب1 وعن الصاد ب3 دي كده صاد عوض عنها ب3 والسين ب1 يبقى 1 زائد كاف اذا ده اس ده بيساوي ده يعني 1 زائد كاف يساوي 2 أس 3 بكام؟ ب8 ودي الواحد بعكس الإشارة 8 ناقص 1 بكام؟ ب7 السؤال اللي بعديه دماغي يلا السؤال اللي بعديه ده تركيب ده علمي برضه بيقول لك أنا عايز ده تركيب الري تركيب الري ده معناه إيه؟ روح للدالة د رحت شيل كل س شلت أهي شلت السين أهي شيل كل س تسلم يا جماعة شيل كل س حط ر س وبعد كده عوض عن السين بسالب 3 سالب 3 تربيع ب9 9 ناقص 1 كام؟ 8 جذر 8 ب2 جذر 2 الداله الاحاديه اي داله زوجيه مش احاديه دي زوجيه ودي زوجيه ودي زوجيه اذا دي هي الوحيده الاحاديه طبعا حضرتك عارف ان ا شرطه على ج ا دي ب2 نق في ج ب على ب شرطه دي ب1 على 2 نق ده يطير مع ده يبقى كام؟ 1 السؤال اللي بعديه لما اعوض تعويض مباشر يطلع معايا صفر على الصفر اللي فوق يتحلل س وس عددين حاصل ضربهم 4 طرحهم 3 1 في 4 طالما الاخير سالب الكبير زي اللي في النص والتاني عكسه
طب تحت قوس صغير وقوس كبير، ربع غير اضرب ربع، مش ده يطير مع ده؟ عوض عن السين بسالب 1. سالب 1 ناقص 4 سالب 5. سالب 1 تربيع بواحد، ناقص سالب في سالب 1 بموجب 1 زائد 1. السؤال اللي بعديه بقول لحضرتك ايه؟ جاء، انا ممكن اخليها كده خمس س على جاء 2 على 3 س. خد المعامل على المعامل، خمس على 2 على 3. دي لما اعملها على الاله الحاسبه تطلع معاك 3 على 10. هي برضه اتاكد، خمس على 2 على 3، 3 على 10. سؤال زي ده. هنا بقى يا صديقي السؤال رقم 17 بيقول لحضرتك لوغاريتم أ تربيع على ب في ج. طبعا كلنا عارفين يا شباب ان اللوغاريتم هو أ تربيع على ب ج. احنا كلنا عارفين ان بالنسبه لي هنا طول ما الموضوع في جمع يتحول لضرب، طول ما في طرح يتحول لاسم، فتبقى اللوغاريتم طبعا هنا أ تربيع بالموجب ناقص لوغاريتم ب عشان في المقام تحت ناقص لوغاريتم ج. في لوغاريتم أ تربيع دي انزل 2 دي تحت تبقى 2 لوغاريتم أ ناقص لوغاريتم ب ناقص لوغاريتم ج. فالاجابه هتكون الاجابه ج. الاجابه يا شباب الاجابه ج. بص السؤال رقم 18 بيقول لحضرتك ايه؟ 18 بيقول لحضرتك ايه؟ سؤال مهم جدا. اولا 19 سهل، ان الف شرط على ج الف دي ب 2 نق، ودي ب شرط على ج ب دي ب 2 نق، وج شرط على ج دي ب 2 نق. 2 نق في 2 نق في 2 نق بيساوي 8 نق تكعيب. 2 نق في 2 نق في 2 نق يا عم. 2 نق في 2 نق في 2 نق، فالراجل بيقول لك طول القطر اللي هو 2 نق ب 3. 3 في 3 في 3 27. بص بقى 18. 18 عايز قياس زاويه الف. بقول لك ايه رايك لو عملت مقص؟ مش تبقى الف شرط ناقص ب شرط في الف شرط زائد ب شرط، دخلها جوه ودخل دي كمان جوه وخرج دي بره، فإن ج شرط. مش هتعرف إن ج شرط تربيع بتساوي أ شرط تربيع زائد ب شرط تربيع ناقص 2 في 4 في 5 في 3 أجيب اللي هي ب 4 من 10. ج شرط تربيع بتساوي 4 تربيع زائد 5 تربيع ناقص 2 في 4 في 5 في 4 من 10، تطلع معاك ب 25. خد الجذر تطلع معاك ب5. السؤال زي ده يا نجم مبدئيا في ناتج صح، ولما اعوض عن السين بواحد هيخلي لي المقام بصفر. المقام بصفر اقول له اذا البسط بصفر. البسط بصفر. عوض بقى عن السين بواحد، 1 تربيع بواحد، 3 في 1 ب3، ده ب4. يبقى الكاف تطلع معاك ب4، واديت السالب كاف بعكس الاشاره. السؤال ده علمي فقط. هنا بقول لحضرتك انا عايز نهايه الداله لما السين تقول لي صفر، اقول له هات النهايه اليمنى، عوض في المكان اللي في السين اكبر من الصفر، تطلع معاك معامل على معامل 3 على 1. طب اليسرى عوض في المكان اللي في السين اصغر من الصفر، 2 زائد جاتا صفر، تطلع مع حضرتك ب3. كده اليمنى بتساوي اليسرى بيساوي 3، الناتج ب3. طب السؤال اللي بعديه برضه علمي. ظا تربيع 2 س جاتا 5 س على جا 3 س تربيع. ايه رايك لو قسمت المساله كلها؟ ركز معايا، طبعا هنا في س تربيع، فانا هقسم المساله كلها على س تربيع. طب ليه ما قسمتش جاتا 5 س على س تربيع؟ لان الس تربيع بتاعت البسط كلها الظا تربيع خدتها كلها، فبالتالي يا شباب انا هاخد من هنا التربيع عامل مشترك، ثم اخد المعامل على المعامل 2 على 1. طبعا جاتا دي هتخلص تعويض مباشر، جاتا 5 في 0 بجاتا 0، وتحت هاخد برضو المعامل على معامل 3 على 1، تطلع مع حضرتك 4 على 3. 4 على 3. عوض عن السين باي
جتا باي. جتا 180 كوساين 180 كوساين 180 تطلع مع حضرتك سالب 1. تبقى سالب 1 في باي بسالب باي. الأس ده يتزحلق، فساعتها تبقى عاملة كده لوغاريتم س زائد لوغاريتم ص زائد لوغاريتم ع يساوي 2. لوغاريتم ولوغاريتم ولوغاريتم، خد لوغاريتم واحد واضرب الس في الصاد في العين. يبقى ده 10 صح؟ 10 أس 2 بيساوي س ص ع اللي هي 100. طب ده بقى سمي الله 3 3 أس لوغاريتم س الأساس 7 في 5 أس لوغاريتم س الأساس 7 يساوي 225. أولا ليه؟ مش أنت بالنسبة لك كده طالما الأس هو الأس تقدر تاخد الأس عامل مشترك. 3 5 في 15 225. طب ما أنت عارف إن 225 دي ليها 15 أس 2. يبقى الأساس بيساوي الأساس، أس بيساوي أس. لوغاريتم س الأساس 7 بيساوي يا نجم لوغاريتم س الأساس 7 بيساوي 2. يبقى السين 7 أس 2 بكام؟ ب 49. أختار السين ب 49. هي بقى 3 أس س ب5، أنا عايز ده. مش ده كده عبارة عن 3 أس س في 3 أس 2؟ يعني 5 3 أس 2 ب9، 5 في 9. آخر سؤالين عشان نروح ننام عشان مش قادر. فصلت خلاص. إذا كانت الدالة ديت متصلة فإن قيمة كاف، ده سؤال علمي فقط. معنى إن هي متصلة يعني إنها بتاعت السين بتقول ل2، وطبعا هعوض فوق. س أس 7 بالمرة هخلي ال 128 ال 128 هخليها 2 أس 7 على س أس 3 ال 8 هخليها 2 أس 3. النهاية بتساوي د 2 د 2 اللي هي كاف. تعالى نحل النهاية. الأس على الأس الأساس الأس ناقص الأس 7 على 4 تبقى 7 على 3 في 2 أس 4 تطلع معاك كاف ب 112 على 3. الأس على الأس في الأساس الأس ناقص الأس 7 ناقص 3 4 7 على 3 في 2 أس 4 تطلع ب 112 على 3. ارسم منحنى الدالة ده. أولا الدالة تكاملية بس هنا في 2 ناقص س، فأنا هاخد السالب عامل مشترك. تبقى س ناقص 2. وده معناه يا شباب إن نقطة التماثل الجديدة 2 و3، ولكن أهي س ب2 والص ب3. هو راسم أهو تاني ورابع، مش أول وتالت، تاني ورابع. دي الدالة التكعيبية. استنتج المدى. الدالة التكعيبية مداها ح. زوجية ولا فردية؟ أي دالة تكعيبية حصل لها إزاحات ليست وليست، لأنها ليست متماثلة حول محور وليست متماثلة حول نقطة الأصل. كده يا شباب نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. فيديو أفضل من ده طبعا، كل واحد نايم كده وفايق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.